ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا المد الطبيعي. فالمد الطبيعي كما نرى على اللوحة هو المد الذي، هذا تعريف المد الطبيعي أيها الإخوة، هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. هذا الوصف الأول. والوصف الثاني: ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. قلنا منذ قليل المتصل شو سببه أيها الإخوة؟ مجيء الهمزة. المد اللازم شو سببه أيها الإخوة؟ مجيء السكون. طيب الطبيعي شو سببه؟ ما له سبب، ما له سبب، لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، طبيعي. نحو قالوا يا موسى، هذا المثال فيه 5 مدود طبيعية. قالوا يا موسى، 5 مدود طبيعية ترونها باللون الأحمر. ويمد المد الطبيعي بمقدار حركتين إجماعا، لا خلاف بين الأئمة في ذلك. أيضا نرى على اللوحة تفسير ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به. نرى على اللوحة: ومعنى لا تقوم ذات الحرف إلا به أي إن ذات حرف المد توجد بوجود المد الطبيعي وتزول بزواله. يعني تصوروا لو قلت أنا قلوا بدل ما أقول قالوا، لو قلت قلوا، لما قلت قلوا ولم أمد الطبيعي اختفت الألف من الوجود واختفت الواو من النطق. قلوا صارت انقلبت الألف إلى فتحة والواو إلى ضمة، لذلك لم يعد لذات الحرف وجود. لا تقوم يعني لا توجد ذات الحرف إلا به، يعني إلا بهذا المد الطبيعي، توجد بوجوده وتزول بزواله. نعم، قلنا في أعلى التعريف: ويمد بمقدار حركتين. ما الحركتان؟ نرى تعريفهما في أسفل اللوحة. والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا أو بوبو أو بيبي. هذا هو المد الطبيعي، أساس المدود كلها. ويمد كما ذكرنا: قالوا يا موسى.